هضره فعل. ولكن يقدر الحسن الثاني يقول لهم هادو دخلوا لي في صحتي كيهضروا على ملكه او فقير، انت غادي دير معايا استجواب. هو قال لك راه سي مون جاردان سوكري وانت غادي تدير معايا استجواب. شخصيا انا بهاد البراش هاد داخلين لي سدوا عليا هاد الزمر. واش شي واحد غادي يقول شي حاجه؟ صح. واش فهمتي اش بغيت نقول لك؟ دونك معناه انه خلى الان ماشي غير ما كيخليش، ولكن يلاحقون من يريدون ان هذا الشيء اللي وقع سميتها السعيده العالميه غير مقبول بتاتا. داكشي اللي وقع لعمر الرضي، داكشي اللي وقع لسليمان. شنو هي؟ لان كندير بك مثال للاخرين. دونك انت الى عندك القدرات الفكريه باش تفكر في واحد الاطار مفاهيمي باش نزيدوا لقدام، هذا تولي تقول خويا انا الثمن عليا نوض ندوي غادي نأدي تنسكت. وشنو هي الصورة اللي تتكون عند عباد الله؟ شوف هذا المجتمع مرواد، هذا المجتمع ديال الكباش إمم. قابلين بوسان اليدين وهادي الوغ هادشي غير صحيح. الناس اللي كيعرفوا المغرب تيعرفوا ان فيه طاقه. انه ملي كيتفسح المجال ملي كان قبل ما نوصلوا لهذا المستوى ديال التعسف على والمس بالكرامه الناس، راه الناس كانوا كيدويو وكانوا كيجيبوا حلول وكانوا إمم. كيحاولوا الى اخره. فبالتالي السؤال اللي كيطرح لينا حنا دابا مع الاسف رغم الملكيه ورغم النظام خاصنا حنا نأطروا واحد الفضاء اللي بيناتنا غادي نشوفوا كيفاش نوصلوا لهذيك المحطه. إمم. ولهذا انا من المشاريع الكبرى اللي كنت بقيت في المغرب، واخا ملي خرجت من المغرب حاولت شي شويه نستمر فيها، هو النقاش ما بين اليسار ولا عدل الاحسان. إسلاميين. واش فهمتي؟ الاسلاميين إمم. اللي ما عندهمش لأن المشكل ديال العدل والتنميه ما تقدرش تهضر معاه، لان العداله والتنميه يقدسون الملكيه. يقول لك اللي بغى يقول لك، لانه ملي كتجي عندي تقول لي مثلا نفس الملك هذا تقديس. إمم. دونك ما ممكنش نهضر معاك بحال كتعطيني واحد لينونسي دو بروبليم د المات تتقول لي حل لي واحد المعادله وتتبطرون بالنص، تعطيني غير النص الاخر. كي غادي نحل لك انا هذه المعادله وانت ما عطينيش شي لينونسي كله، ما عطينيش المعطيات اللي انا محتاج باش نحل هذا. إمم. دونك ما عندي ما نقول لك. اش غادي نقول لك؟ لا تتبقى الدور تتقول لي سيدنا. ايوا واش فهمتي؟ نفس الشيء بالنسبه للاسلامويين إمم. الاخرين، راه نفس الشيء. السلفيين راه حتى هما فات نفس هذا السياق هذا. تيبقاو يغوتوا عندهم واحد العنف لفظي في القضيه ديال المراه وهذه، ولكن ملي القضيه تتوصل للملكيه ما كاين غير التقرضيف. وهذا اشكال. ماشي انا ما كنقولش هذا الشيء انه لا بد خصنا نتخذوا، ولكن الا ما دخلتي شي إمم. العامل ديال اكبر فاعل سياسي ديال بلادك في المعادله ديالك، كي غتحل هذه المعادله هذه؟ صح. واش دونك لهذا دابا هاد الناس الأرضية ما بين العدل والإحسان واليسار بدينا كنشوفوها في شي شوف أحيانًا في بعض كتكون كانت التنسيقي. كانت إمم. كانت كانت بشحال هذه كانت مع فما هذه راه خصها الا بغيتي تخدم عليها. راه كاين ناس يهضروا في هذا الشيء. مع الاسف اليسار بالخصوص البي اس يو هذا ما كانت واحد الوقيته كان واحد النقاش بدا واحد النقاش تحبس. تم الاجهاض ديالو. إمم. وانا اسف جدا ان ناس بحال الساسي بحال حفيظ بحال حتى أقصبي، واخا أقصبي لا يلام في هذه المسألة هذه أنه إمم. ما تموش هذاك النقاش اللي هو نقاش مهم جدا. واللي أنا تنشهد أن العدل والإحسان كانوا منفتحين. صراحة هي هذه. ما كنقولش هذا الكلام لأن عمر حرشان قال لك عرض عليا، ولكن هذه حقيقة أمام التاريخ. لأن أنا خدمت معاهم في هذه المسائل، كانوا قابلين للنقاش وحالين زعما ما كاينش ما واحد الانفتاح داك الشيء لا يتصور. إمم. مع الأسف الآن احنا في واحد المرحلة اللي اليسار مع الأسف ما قدمش ما عندوش إرادة حقيقية لحد الآن أنه يدخل في نقاش حقيقي. علاش هذا مهم؟ لأنه ملي أنا وياك في معسكرات إيديولوجية مختلفة إمم. وتنجلس أمامك، حنا راه ما متفقينش على طبيعة المجتمع المغربي. أنا عندي تصور محافظ إلى آخره، أنت عندك تصور تقدمي، ولو هذه فئات اللي فيها ما عليناش. ملي كنجي كنجلس معاك وكنتفق معك على شنو هما لان هذا هو لان هذا هو النقاش الدستوري بمعنى إمم. الدستور. شنو هو الدستور؟ الدستور هو ان شنو هي قواعد اللعبه وشنو هي الحريات اللي ما غنتساوموش فيها. الحريات اللي انا وياك خصنا نحصنوها. إمم. علاش؟ المساله ميكانيكيه، لانه الدستور من الصعب تغيير الدستور. فملي كنأمن واحد الحريه في الدستور معناتها تنقول ليك وليا وللمجتمع هذه الحريات هذه ما نقيسوش فيها. حريه المراه، لا حقوق المراه، حريه الفرديات، حريه الصحافه الى اخره الى اخره، كنديروا في الدستور. هذه ما جايش في القوانين الفرعيه ديال البرلمان. هذه لا يصوت عليها ب 50% زائد صوت. إمم. هذه تدوس في استفتاء الدستور. شعبي ولا هذا. بغيتي تبدلها إمم. سير حاول تبدلها. دونك هادشي علاش كنتفقوا شنو هي قواعد اللعبه وشنو هي الله يخليك نتفاهموا انا وياك شنو هي الحريات اللي واخا تكون عندك الاغلبيه ما غتقيسهاش. إمم. ولا بغيتي تقيسها ماشي خاصك تكون على الاغلبيه، خاصك تفوت 75%. فبالتالي في الصعب هذا هو النقاش. الى اليوم وقع هذا النقاش ما بين واحد الناس اللي كيمثلوا المعسكر الاسلامي المعقول. واش فهمتي؟ إمم. وعندهم مصداقيه كمعسكر اسلامي. واش فهمتي؟ ماشي عاوتاني يكون مزيف كيقول لك كيدعي اسلامي هو ماشي اسلامي، لا.
المرجعيه ديالو هي الاسلام الى اخره. واحد المعسكر تقدمي وتنجلسوا حنا راه ما متفقينش على الرؤيه المجتمعيه، ولكن تنتفقوا ها هي قواعد اللعبه، وها هما الحريات والقيم اللي غادي نحسنوها في هذا الدستور. اشنو هي الصوره اللي تتعطي؟ الصوره اللي تتعطي هو الناس المغاربه راه حنا ما تنتفاهموش، ياك حنا سميتو باش تنشوفوا عصير مضارب مع هذا، وكاين كاين حتى واحد العنف لفظي بيناتهم وبجوج. لان انا كنعتبروا هاد النقاشات هذه فيها عقم، لانه بجوج تحس بهم واحدين، لان ملي كيوصلوا النقاش الحقيقي اللي كتدخل فيه الملكيه كلهم كيجمعوا الوقفه، لا حياه لمن تنادي، ولا بالعكس ولا كيستعملوه كسلاح فتاك ضد الاخر. ديك النهار سمعت واحد كيهضروا على فلسطين على التطبيع، وكان نقاش كاين شي بودكاست واحد ضد التطبيع والاخر كيدافع على الدوله المغربيه. هذاك اللي ضد التطبيع بدا واحد الوقيته تيقول، بدا كينتقد في سميتو في بوريطه في وزير الخارجيه. اش قال ليه الاخر؟ خرج ليه السلاح النووي، قال لي اش كتقول بوريطه؟ واش بوريطه يقدر يدير شي حاجه بلا ما يقولها للملك؟ وكون شجاع وقول للملك كيف كنقولوا بالعباره ديالنا حنا ديال الزنقه، بغى يشريها ليه. واش فهمتي؟ دونك ما استعملهاش في اطار النقاش، استعملها في اطار الردع، في اطار المزايده، ماشي المزايده، في اطار الترهيب. شوف اش تنديروا بحالك، تنديروا الحباسات ونديروا الكاميرات في بيوتهم. واش دونك ماشي غير دونك كتولي الملكيه واحد الفكره التي تستعمل لاجهاض النقاش. حيت ملي والاخر ما يجاوبوا، ودابا المشكل هذاك تفرسوا بيديه، لان كون في الاول دخل وقال لهم المشكل اللي عندي مع الملك، كون دخل الكلام اللي خصو يتقال، لان ملي تسنى التطبيع، فين تسنى التطبيع؟ دابا اسمح لي غادي هذا الكلام هذا خصو يتقال. الناس اللي كيقولوا الاسلام وكيقولوا هذا، فين تسنى التطبيع؟ فين تسنى في المكتب ديال الملك؟ اش كان ورا الملك؟ اش كان معلق ورا الملك؟ عرفتي اش معلق ورا الملك؟ معلقه الشجره. شكون اللي كترأس الشجره؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دابا نتوما تتنوضوا، علاش ما دويتوش ديك الساعات؟ ما عندكم حتى مشكل مع هذه. دابا كلكم ضاربين الطم ما تدويوش على هذا الشيء. فهمتي؟ هذا ما خاص يكون نقاش. راه الناس اللي كيعرفوا شو الاسلام راه فيه صلح الحديبيه وفيه دونك عندنا الحمد لله التراث الاسلامي راه فيه غني وثري جدا، اللي كيجعل ان بحال هاد النقاشات تقدر تكون بصفه عقلانيه، ماشي بصفه حين سناها راه الملك خائن. لا، انا ما كنقولش الملك خائن، هذا ماشي هادشي اللي تنقول غير يكون نقاش يكون متكامل وكامل. ما يمكنش تسكتني انه انت هو ان الملكيه راه المهم عائله شريفه وما خصنيش ندوي وخصنيش هذه وما خصنيش هذه. لا، خصنا ندويو. هذا ما كيعنيش انك انت غلط وانك انت خائن، ولكن هذا النقاش خصو يكون. فبالتالي ملي كيكونوا هاد النقاش هذيك كيكون كيوصل واحد السقف، تتحس ان الناس قارين، الناس راه ماشي بولادات. صح. الناس راه ملي كيسمعوا داك الشيء كيحشموا على عرضهم ولا كيخافوا على حالتهم، وعندهم الحق يخافوا على راسهم. هادشي اللي واقع، ما عندهم الحق يخاف على راسه. انا ما كنقولش هذا ماشي ناقصين شجاعه، هذا التصرف عقلاني انك ما تمشيش الى هذه المواضيع هذه. فبالتالي مع الاسف، باش نرجع للسؤال ديالك، انه هذا المجال ديال النقاش اللي هو مهم باش يكون هناك مواجهه ايديولوجيه اللي هي سلميه. بمعنى اخر انه غدا الله يحفظ الى وقعت شي ازمه، لان الثورات هادشي هكا تتوقع، تتكون شي زياده في الاسعار، لان الانفلاسيون كتلعب دور كبير. الا مشيتي قلبتي غتلقى ان اكبر الثورات في العالم حتى في العهود القديمه كان فيها مشكل ديال التضخم. صح. كان واحد المغرب نيت عندنا التجربه ديال الثمانينات 100%. كان عند القضيه ديال الله يحفظ يكون شي صدمه خارجيه تيقولوا ان شوك اكسترن، والناس تقلبات وخرجوا لك شي مظاهر في المجتمع ديالك اللي انت لان هادشي اللي كيوقع. راه شي حوايج اللي لا انا لا انت ما عمرنا ترقبنا غادي يخرج لك شي واحد كان كيتسنى الزبزافي. صح. وشي واحد كان كيتسنى الريف، حتى واحد ما كان كيتسنى الريف، هما خرجوا لك، خرج لك الزبزافي منين خرج. واش فهمتي؟ دونك ملي هذاك الشيء غادي يوقع، وديك الساعات خصنا نكونوا خصنا نشدوا بزمام الامور باش البلاد ما تمشيش في هادشي اللي هما تيقول لك هما حنا ما تنمشيوش ليه، عندنا الاستقرار وعندنا هذه وعندنا هذه. ديك الساعات العقلاء ديال البلاد اللي داخلين في هذا الاطار ديال النقاش، واللي هذا النقاش هذا سلمي، كيعطيو واحد العبره للجميع والناس تتهدن. ما تيقولوش راه غادي يوقع لنا اللي وقع للدروز مع الشرع في سوريا. ما غاديش. هاد الناس هادو راه تيهضروا مع بعضياتهم، هاد الناس هادو عندهم علاقات، راه القياده ديالهم تيجلسوا وتيهضروا في مسائل شائكه، وتيهضروا راه تيتشاجروا ما متفقين شاي وتيتواجهوا، ولكن في الاخر من تيساليو تيسلموا على بعضياتهم وتيمشيو لديورهم. وانا اسف انه مع هذا النظام هذا ما كيتيحش الفرصه لهاد النقاشات تكون. وكيفاش ما تيتيحش؟ بالتصرف ديالهم مع الصحافه.